السلام عليكم بنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين. اليوم لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم راح ندير لكم بريوش بالشوكولا، يجي بزاف خفيف ومقطع. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. واش نحتاجو هنا كمقادير؟ عندي حبه بيض بدرجه حراره الغرفه، عندي مغرفه كبيره تاع الزبده، حوالي 35 غرام تاع الزبده، عندي هنا كاس غربه تاع الحليب يكون دافي حوالي 150 غرام تاع الحليب، عندي هنايا نص مغرفه صغيره تاع الملح هنا ضروري لتعديل الذوق، عندي هنا حوالي 3 مغارف تاع السكر بما يعادل 60 غرام تاع السكر، عندي هنايا مغرفه ماشي مغمره مليح تاع الخميره تاع الخبز، ونحتاجو هنا مغرفه تاع لافاني، وبيان سور نحتاجو هنايا الفارينه. كميه الفارينه راح ندير ونقول لكم شحال نطيح لنا بالتقريب، ونحتاجو كذلك شوكولا للطالع. راح نبدا معكم في طريقه التحضير تاعنا تاع هذا البريوش بالشوكولا. هنا واش راح ندير؟ اول مرحله ولا اول خطوه راح ندير الحليب. هنايا كما قلت لكم الحليب تاعنا لازم يكون دافي ما يكونش بارد. نزيد عليه حبه تاع البيض، نخلط البيض مع الحليب. هنا بعد ما خلطت الحليب تاعي مع البيض راح ندير مغرفه ماشي معمره مليح تاع الخميره. راح ندير لكم تشوفوا شحال، شوفوا ماهيش معمره مليح، حوالي 8 غرام هكذاك. نزيد القريصه تاعي تاع الملح كما راكم تشوفوا تكون قرصه مليحه. راح ندير لافاني، مغرفه صغيره تاع لافاني، وندير هنايا 60 غرام تاع السكر ولا 3 مغارف تاع السكر. رايحه نخلط كامل هاد المكونات. هنا بعد ما خلطت كامل الخليط تاعي راح نضيف كميه تاع الفارينه الكاس اللي عبرنا به راح نكمل نعبر به كامل المكونات، نكمل نعبر به الفارينه. هنا درت الكاس الاولى، حندير كاس. هنا كما راكم تشوفون الكاس تاعي اللي عبرت به لفت لي 150 غرام تاع الفارينه، دونك هنايا درت 150 كاس تاع الفارينه. كما قلت لكم الكاس اللي عبرت به الحليب هو اللي نكمل نعبر به الفارينه. راح نخلط مليح. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما دخلت الكاس تاعي الاولاني تاع الفارينه جبت الكاس الثاني. هنا درت الكاس الثاني تاع الفارينه. راح نخلط مليح هاد المكونات، ندخل الفارينه تاعي في الخليط. هنا نحي الفوي ونستعمل يدي. هنا نحيت الفوي ونستعمل يدي. هنا كما راكم تشوفوا العجينه تاعنا مازال ما شربتش، راح نزيد لها مغرفه تاع الفارينه ونخلط. هنا زدت المغرفه الثانيه، دونك الكميه تاعي كامل تاع الفارينه اللي داها لي هذا الخليط هي 350 غرام تاع الفارينه. هنا نطم العجينه تاعي حتى نتحصل على كره تكون طريه. بعد ما دخلت العجينه تاعي دخلت لها الفارينه، شوفوا كيفاش نتحصلوا على العجينه تكون طريه ما تكونش شاده روحها بزاف. شوفوا هنا العجينه كما راكم تشوفوا راح ندخلها مغرفه كبيره تاع الزبده، نديروها سور البلون دو طرافاي تاعي ونبدا ندخلها الزبده غير هكذايا، ونبدا نعجن فيها. ما نخافوهاش في الاول، شوفوا كيفاش تقطع لنا، من بعدك حتشد روحها ولا تسقم روحها. كيما راكم تشوفوا البنات بعد ما بدات تدخل لي الزبده تاعي هنا في العجينه تاعنا راهي بدات تنطم، والبلون دو طرافاي تاعي راهو بدا يتنقى كيما يقولوا حتى ما يوليش يلصق هكذا. هنا بعد ما دخلت لي الزبده في العجينه تاعي كيما راكم تشوفون تحصلوا على عجينه تكون، شوفوا كيفاش راهي طريه. شوفوا واش رايحه ندير لها، رايحه نخليها نغطيها ونخليها حتى تخمر لي مليح حتى يضاعف الحجم تاعها ونعاودوا نرجعوا. بعد ما خمرت لي العجينه تاعي مليح هكذا وضاعف الحجم تاعها، رايحه نقسمها على 3 كريات. نحاولوا نقسموها متساويين كريات هكذا باش يجي لنا شكل شباب. نوزن العجينه تاعي شوف شحال فيها ونقسمها على 3 هكذا باش يجيو لي الكريات تاعي 3 متساويين. نقسم الكريات تاعي بشكل متساوي. هنا كي خرجت لي 626 قسمتها على 3 عطاتني 208 حوالي 208، دونك كل كريه حندير فيها 208.
كما راكم تشوفوا البنات بعد ما قسمت العجينه تاعي لثلاث كريات متساويه نفس الحجم، اللي عندها ميزان تقيس، اللي ما عندهاش معليش دير عينها ميزانها، ونحاولوا نفتحوا الكريات تاعنا بشكل طولي على حسب الطول تاع المول تاعنا. كما راكم تشوفوا هنا انا نزيد نفتح شويه بهذه الطريقه، ونكمل الثانيه والثالثه نفس الطريقه نحلهم بشكل طولي كما راكم تشوفوا لهنايا. بعد ما فتحتهم هكذا وقست المول تاعي جاتني الطول تاع العجينه كيما تاع المول. هنايا نجيبوا الشوكولا تاعنا اتارتيني، نقدروا نستعملوا اي نوعيه ولا اي ذوق نتوما تحبوه. هنا ندير في كل وحده ندير حوالي مغرفه ونص تاع الشوكولا، وندهن كامل سطح العجينه كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. هنا الشكل تاعي اللي راني حابه نديرو، راني حابه ندير ضفيره. اللي ما تقدرش دير ضفيره ولا ما تعرفش دير ضفيره، تقسم العجينه تاعها على زوج بشكل متساوي وتلوي وحده مع وحده. كما راكم تشوفوا هنايا انا بعد ما درت شوكولا تاعي اتارتيني رايحه نلوي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، ونحاول نغلق هكذا الاطراف مليح باش ما ينفتحليش. نحاول نزير هكذا كما راكم تشوفوا مليح. نكمل العجينه تاعي بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش راني نلوي، نروح غير بالعقل هكذايا، والطرف مع الطرف هكذا نحاول نغلق مليح. كما راكم تشوفوا انا ما وصلت الشوكولا تاعي للاطراف باش نقدر نغلق مليح ونسودي والشوكولا تاعنا ما تخرج. الفتحه تاعنا اللي غلقناها دائما نردوها لتحت. من بعدك نجيو نضفروا العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. كما قلت لكم هنايا اللي ما يقدرش يدير غير زوج تاع لي بوده ويلوي وحده على وحده بهذه الطريقه. كي نوصل لهذه المرحله لهنا نحاول نزير الاطراف تاعي بهذا الشكل. شوفوا تحصلنا على هذه الضفيره. هنا نجيب المول تاعي ندهنو هكذا بالزيت مع الاطراف، نفرش له بابي كويسون باش نتاكد انه العجينه تاعي ما تلصقش، وندير العجينه تاعنا بهذه الطريقه. نحط الضفيره تاعي هنا في المول. هنا نغطي المول تاعي بالبابي فيلم، نخليه حتى العجينه تاعي تطلع مليح، نخليها حتى تخمر تماما. من بعدك نجيو نكملوا لها. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما خليتها خمرت لي تماما، دات لي حوالي نص ساعه حتى 45 دقيقه. هنا جبت صفار تاع حبه بيض، زدت عليها قرصه تاع لافاني، وريحان ندهن هكذا السطح تاع الضفيره تاعي بهذا الشكل. ندهنوها غير بالعقل باش ما تهبطلناش العجينه تاعنا. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما دهنت كامل السطح تاعي بريوش تاعي دهنته مليح. الفوغ تاعي يكون شاعل على 180 درجه، يكون سخون. من بعد كي نشوف الفوغ تاعي سخن رايحه ندخل البريوش تاعي يطيب لنا، نخليوه يطيب من تحت. كي يطيب لنا من تحت نشوفوه باللي حمار لنا من تحت، رايحه نشعلو حتى يحمرنا من الفوق والبريوش تاعنا يكون طاب. نخليوه حتى يبرد تماما، من بعد نديموليه. كما راكم تشوفوا التزيين يقعد اختياري، تحبوا كما راكم تشوفوا هنا انا درت له دهنته غير السطح تاعو غير شويه بلا جولي. من بعدك ذريت عليه سكر غلاس. تقدروا ما ديروش ناباج ديريكتومون ديروا له سكر غلاس ولا تزينوه باي طريقه نتوما انكم حابينها. وهنا البريوش تاعنا راه واجد. بعد ما نخليوه حتى يبرد تماما من بعدك نقسموه. كما راكم تشوفوا البريوش تاعنا جا بزاف خفيف، جا هشيش، جا بنين، يوالم مع قهوه حليب، يجي بزاف هايل. نتمنى منكم انكم تجربوا الوصفه وتعجبكم. في الاخير نقول لكم اذا عجبكم لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم ما تنسوناش بالجيم او كومونتير. نقول لكم تهلاو بزاف في رواحكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. بقى على خير.